كيفكم؟ اليوم راح اعملكم حلا الزبادي عن جد بجنن، ولو اجاك ضيوف قدميه وجهها الك. اول اشي باكيت جيلي ححط عليه معلقه من السكر وكوب من الماء الساخن وثلاث ارباع كوب مي، ححركهم واسيبهم على جنب يبردوا. الان حجيب بسكوت باكيتين واكسرهم ناعم واحط عليهم نص قالب زبده، وبعدين حجيب القالب واحط عليه ورق الزبده عشان احافظ عليه، اذا فيش ورق زبده مش ضروري. ححط الان البسكوت وكبسه بايدي واحطه بالفريزر ابو نص ساعه. في هذا الوقت حجيب 3 اكواز لبن واحطهم بالخلاط. كوز اللبن حستخدمه كمعيار واحط فيه حليب بودرة 3 مرات، وبعدين 3 باكيتات من الفانيلا، ونفس كوز اللبن زي ما حطينا حليب فيه حنحط فيه سكر، وبنضرب المكونات مع بعض بالخلاط وبنحطها على طبقة البسكوت بشكل تدريجي وحنفرغها من الهواء، بنخبطها خبطتين وبعود الاسنان على السطح، وبعدين بالفرن يعني بنخلي وجهها ينشف، بس انا حمرتها زيادة، وبعدين بسيب هذه الطبقة البيضة تبرد تماما، بحط عليها الجيلي السائل وبنحطها في الثلاجة لحد ما يتماسك الجيلي. وصحتين وعافية. كيفكم؟ اليوم راح اعملكم حلا الزبادي عن جد بجنن، ولو اجاك ضيوف قدميه وجهها الك. اول اشي باكيت جيلي ححط عليه معلقه من السكر وكوب من الماء الساخن وثلاث ارباع كوب مي، ححركهم واسيبهم على جنب يبردوا. الان حجيب بسكوت باكيتين واكسرهم ناعم واحط عليهم نص قالب زبده، وبعدين حجيب القالب واحط عليه ورق الزبده عشان احافظ عليه، اذا فيش ورق زبده مش ضروري. ححط الان البسكوت وكبسه بايدي واحطه بالفريزر ابو نص ساعه. في هذا الوقت حجيب 3 اكواز لبن واحطهم بالخلاط. كوز اللبن حستخدمه كمعيار واحط فيه حليب بودرة 3 مرات، وبعدين 3 باكيتات من الفانيلا، ونفس كوز اللبن زي ما حطينا حليب فيه حنحط فيه سكر، وبنضرب المكونات مع بعض بالخلاط وبنحطها على طبقة البسكوت.